الدنيا كلها دلوقتي هتموت وتسافر برا مصر. كله عايز يهرب. سافر الصين ازاي؟ اذاكر ايه المنح الموجودة؟ ايه الشهادات اللي لازم تكون عندي؟ اسئلة كتيرة جدا 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 اتسألناها الفترة اللي فاتت، عشان كده هنجاوبها في الفيديو ده ان شاء الله. كل حاجة بتتم اوتوماتيك، بيدفع اوتوماتيك من التليفون بتاعي بالمناسبة. فاشترينا العصير ويلا اقول لكم ازاي تسافروا الصين. المنح، ازاي اسافر الصين وازاي ادرس في الصين واقدم فين وازاي وايه الورق المطلوب وايه الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة عندي وايه شروط المنح واسئلة تانية كتيرة جدا سألناها كتيرة الفترة اللي فاتت. فعشان كده في الفيديو ده انا هجاوب على معظم الاسئلة دي عن تجارب شخصية ليا. انا تقريبا 3 جامعات ب3 منح مختلفة. في 3 حاجات اساسيين لازم يكونوا موجودين او لازم تبقى فاهمهم وعارفهم قبل ما تفكر ان انت تقدم في الصين. اول حاجة انت محتاج تدرس تخصص ايه، ولازم تحدد تخصص بديل غير اللي انت محدده. الحاجة التانية لازم تبقى محدد انت هتدرس انهي مرحلة دراسية، عشان دراسة البكالوريوس هنا غير الماستر غير البي اتش دي غير ان انت جاي تدرس دبلومة معينة غير ان انت تدرس لغة. الحاجة الثالثة وهي ان انت تبدأ تشوف الجامعات اللي ليها علاقة بالتخصصات اللي انت تحددتها. ممكن تحدد اكتر من تخصص 2 3 4 مفيش اي مشكلة، لكن لازم تبقى عارف. طب ليه لازم تحدد التخصص الاول؟ عشان تبقى عارف انت هتمشي في انهي اتجاه، عشان تبقى عارف انت هتدور على انهي جامعات. عشان في طبعا كلنا عارفين في جامعات مشهورة بالتكنولوجي، في جامعات تانية مشهورة بالذكاء الاصطناعي، في جامعات تانية مشهورة بدراسة اللغات، في جامعات تالتة مشهورة مثلا بالحاجات اللي لها علاقة بالميوزك او اللي لها علاقة مثلا بالارت والحاجات دي كلها. فعشان تبقى انت عارف انت هتدور فين، هتدور على انهي جامعة. انواع المنح في الحقيقة الصين فيها منح كتيرة جدا بناء على الحاجة اللي انت هتدرسها زي ما قلنا في الاول. ففي عندنا اول حاجة منحة الحكومة، ودي افضل حاجة، ولكن للأسف هي صعبة شوية ان انت تتقبل فيها او ان انت تقدم فيها، عشان بيكون في ورق معين وبيكون في درجات كبيرة لازم تكون موجودة. المهم التفاصيل بتاعت كل منحة بالظبط ممكن نبقى نتكلم عن فيديوهات تانية عشان تفاصيلها كتيرة. فدي بتبقى مميزاتها كتيرة ومميزاتها حلوة، بتشمل تذكرة الطيران وبتشمل مرتب شهري بتاخده كل شهر ومرتب كويس. فننزل بعدها المنحة التانية وهي منحة المقاطعة اللي انت هتكون موجود فيها. منحة المقاطعة بتبقى حلوة شبه منحة الحكومة، ولكن ما بيبقاش فيها تذكرة الطيران، ودي كمان ممكن تدفع فيها انت الإقامة، تمن الإقامة اللي انت بتقدم عليها في المقاطعة دي. المنحة الثالثة وهي منحة الجامعة، ودي بتبقى اقل شوية وتشمل ان انت ممكن في جامعات بتخليك تدفع انت الكهرباء والسكن، وفي جامعات تانية ما بتدفعش فيها، وهنا كمان بتاخد مرتب، ولكن المرتب طبعا بيبقى اقل من مرتب الحكومة او مرتب المقاطعة. في انواع منح تانية زي ان انت تيجي تدرس هنا دبلومة معينة او تيجي تدرس لغة لمدة سنة او لمدة 6 شهور. فكل الحاجات دي منحها مختلفة وكمان الأوقات بتاعتها مختلفة. لو أنت عايز تعرف تفاصيل أكتر عن كل منحة بالظبط وكل جامعة، فأنت ممكن تدخل على موقع الجامعة نفسها. هسيب لكم المصادر بتاع كل حاجة في الكومنتس إن شاء الله، ممكن تدخل عليها أو ممكن تتواصل معانا وإحنا هنساعدك في أي حاجة أنت محتاجها. في الحالتين إحنا معاك. حاجة تانية تشجعك إن أنت تسافر الصين، ممكن الناس تشوفها حلوة والناس تشوفها وحشة، إن أنت هنا عندك الأمان زيادة عن اللزوم كتير جدا، لدرجة ان انت يكاد يكون مفيش خصوصية. فهي في ناس مرتاحة لحاجة زي كده وفي ناس تانية لا. فانا بالنسبة لي بصراحة يعني ممكن لو في شوية خصوصية هنا يبقى احسن. طيب اقدم ازاي وفين وامتى؟ خلينا متفقين ان اي حاجة بتعملها في الصين هنا بتكون اونلاين، فبالتالي تقديم المنح دي كلها بيكون اونلاين. بتجهز الورق في المدينة بتاعتك او في البلد بتاعتك وتبدأ تعمل له سكان وترفعه على الموقع بتاع الجامعات. تقدم امتى؟ ففي فترتين او في وقتين المنح بتفتح فيهم. في معظم المنح بتفتح في نهاية شهر 11 بداية شهر 12، وتبدأ تقدم عليها عشان تبتدي الدراسة في شهر 9 السنة الجديدة. هو في فترتين ممكن الدراسة تبتدي فيهم، في دراسة بتبتدي في شهر 3 وفي شهر 9. بعد شهر 3 دي تكون ليها تخصصات معينة، زي ان انت جاي تدرس لغة مثلا 6 شهور او دبلومة في جامعة معينة. ولكن شهر 9 كل الجامعات او كل الحاجات التانية بتبتدي في شهر 9، ودي بتكون الحاجة الطبيعية او الدراسة الطبيعية. ايه هو الورق المطلوب؟ اول حاجة لازم يكون معاك باسبور، صورة شخصية، بيكون معاك الشهادة اللي انت هتقدم بيها، اخر شهادة انت حاصل عليها، معاك الترانسكريبت بتاعها اللي هو بيان الدرجات، معاك خطاب توصية يفضل يكون 2 أو 3. ممكن في جامعات بتحتاج منك حساب بنكي، ممكن تعمل
فحص طبي، وده بتبقى ورقة كده بتنزلها من على الويب سايت بتاعة الجامعة، تبدأ تعملها من أي مستشفى حكومي. الورقة التانية ممكن بيطلب منك ان انت تعمل ستادي بلان. الستادي بلان دي تكتب فيها انت جاي ليه الجامعة بتاعتي وهتدرس ايه عندي. برضو الورق ده كله والحاجات دي كلها ممكن نساعدك فيها لو انت مش عارف تعملها ازاي. ده الورق الاساسي وده الورق المهم اللي المفروض بيكون موجود في كل الجامعات. في جامعات تانية ممكن الورق ده يبقى اقل، في جامعات تانية ممكن الورق يبقى اكتر. زي في جامعات ممكن تطلب منك تعمل فيش وتشبيه اللي هو الكريمنال ريكورد. في جامعات تانية ممكن تطلب منك حساب بنكي برقم معين، في جامعات تانية مش بتطلب منك حساب بنكي. عشان كده كل جامعة لازم تعرف التفاصيل بتاعتها، ولازم تعرف ايه الورق المطلوب في كل جامعة وكل منحة، ايه هي التخصصات المتاحة او مين اللي يقدر يجي يدرس في الصين. فانت حرفيا انت اي تخصص ممكن يجي في دماغك ممكن تيجي تدرسه هنا. حتى ازاي تحفر في مادة الترترات بتاع حزة الأم في الكبير قوي. اه اه طبعا. ما اصل انا بحب التخصص، واخد بالك؟ يعني انا اساسا الحفر في الترطلايت هي دي بقى حتتي. ترتلايت؟ حضرتك تقصد التتراتانايت؟ اه ممكن تلاقيها موجودة عندنا في الصين هنا. فحرفيا اي تخصص انت محتاجه، وممكن كمان تخصصات جديدة انت متسمعش عنها ولا تعرف عنها اي حاجة، ممكن تلاقيها موجودة في الصين هنا. فكل ده ممكن او هتعرفه منين؟ هتعرفه من مواقع الجامعات اللي احنا قلنا عليها، ان انت تبدأ تشوف الجامعات وتشوف التخصصات اللي موجودة عندك. ممكن في ناس تانية تفضل ان هي تشوف الجامعات الاول عشان تشوف ايه التخصصات المتاحة عندها، عشان تختار التخصص اللي موجود في الجامعة دي. عشان عايز اروح الجامعة دي بس، ده برضو اتس اوكي مفيش مشكلة عادي. ولكن احنا قلنا بنمشي خطوات معينة عشان يتناسب مع المتطلبات بتاعتك انت. ايه هي شروط المنح في الصين؟ من وجهة نظري انا اسهل واسرع بلد تسافر ليها حاليا دراسة بره مصر هي الصين. فالشروط سهلة جدا وبسيطة جدا، مش محتاجة منك غير، او تقريبا من وجهة نظري اصعب حاجة ان هي الجي بي اي بتاعك او المعدل التراكمي يبقى اكتر من 3. كل ما المعدل التراكمي والجي بي بتاعك يكون اعلى من 3، فبالتالي فرصة ان انت تتقبل في منحة اكبر او منحة احسن بيبقى اكتر. ايه هي افضل التخصصات اللي انت ممكن تيجي تدرسها في الصين هنا؟ حقيقي هو مفيش اجابة نموذجية او مفيش اجابة حلوة للسؤال ده، ولكن في اجابة دبلوماسية شوية. انت شوف العالم رايح لفين وادرس التخصصات اللي العالم رايح ليها عشان تعرف تعيش وتواكب الدنيا بعد شويه. فكك بقى من ان انا بحب الحاجه الفلانيه فادرس الحاجه اللي انت بتحبها، ولا شوف شغفك رايح فين ولا اوكي ماشي، في ناس تتفق معاك ان انت لازم تشوف الحاجه اللي انت بتحبها وتدرسها. ولكن من وجهه نظري انا، حاول توظف الذكاء الاصطناعي اللي العالم كله رايح ليه دلوقتي في الشغف بتاعك او في المجال اللي انت بتحبه. فانت بتحب مجال معين، شوف الذكاء الاصطناعي بيشتغل او بيستخدم ازاي في المجال ده وتعلم الذكاء الاصطناعي للمجال ده، فيبقى انت كده عملت الحاجتين. الحاجة التانية هي انت لو سنك اقل من 40 ممكن تقدم في الصين وتدرس اي حاجة حرفيا انت عايزها، وفي جامعات ينفع تقدم فيها لو سنك اعلى من 40. طب شهادة اللغة لازم تكون موجودة معايا، لازم يكون معايا اي حاجة تثبت ان انا بتكلم صيني او انجليزي. لو معاك يفضل. كل ما يكون معاك شهادات من دي فمعناها ان انت فرصة قبولك في المنح الكبيرة زي منحة الحكومة او منحة المقاطعة تبقى اكتر. طب لو مش معايا الشهادات دي اتس اوكي، بتجيب بس حاجة بسيطة من الجامعة القديمة اللي انت كنت فيها او من المدارس القديمة اللي انت كنت فيها ان انت كنت بتدرس بالانجليزي او ان انت بتعرف انجليزي. لو مش معاك برضو اتس اوكي، ممكن تيجي تقدم هنا وتدرس لغة في الصين هنا لمدة 6 شهور او لمدة سنة وبعدين تكمل التخصص بتاعك. طب شهادات ال HSK أساسية، اللي هي شهادات دراسة اللغة، سواء أخدتها في بلدك أو أخدتها أونلاين أو أخدتها في الصين، هي مهمة للناس اللي هي هتدرس صيني بس أو جاية تدرس باللغة الصينية، فبالتالي هي مهمة جدا. يبقى مطلوب منك شهادة ال SK4 أو شهادة ال HSK 5 أو أعلى. ولكن بالنسبة لحد جاي يدرس تخصص طبيعي فإتس أوكي لو مش معاك الشهادة دي، هتيجي تدرس هنا كده صيني، وبيبقى مفروض عليك إن أنت تدرس صيني وبتدرس التاريخ الصيني. دول مادتين اساسيين مهمين جدا في الصين هنا، وغصب عنك لازم تدرسهم حتى لو انت جاي تدرس تخصص تاني. ده ممكن نعمل فيديو معين او فيديو مخصوص عشان دي تفاصيلها كتيرة شوية. بس اختصارا، كل ما يكون الدرجات بتاعتك في الامتحانات ال HSK اعلى من 200 220 240 واعلى، فبالتالي فرصة قبولك في المنحة بتبقى احسن واقوى.
وخدها قاعدة في حياتك كده، مش لازم اجيب درجة معينة ولكن اجيب اعلى منها. فكل ما تقرب للدرجة النهائية او الدرجة الكبيرة فبالتالي انت فرصتك في القبول بتبقى اعلى. هي دي كل المعلومات الاساسية وكل الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها قبل ما تقدم على اي منحة في الصين. طبعا كل جامعة وكل منحة بيكون فيه تفاصيل كتيرة جوه محتاج انت تعرفها اكتر. فلو انت عايز تقدم عن منحة في الصين وتعرف الجامعات والشروط الدقيقة لكل منحة، ممكن تتواصل معنا واحنا هنساعدك ان شاء الله تقدم في الجامعة بتاعتك ويجيلك ان شاء الله باذن الله جواب القبول. ولو عندك اي استفسار او اي حاجة ممكن تسأل لنا او ممكن تكتب في الكومنتس وهنرد عليك ان شاء الله. وما تنساش تعمل لنا فولو عشان كل الفيديوهات التانية للصين والمنح والدراسة والتجارب والحاجات الغريبة اللي انت هتشوفها في الصين هنا توصل لك وتبقى متابع معانا ان شاء الله. لو عندكم اي حاجة واصلوا معانا. شكرا، السلام عليكم.